عملت قلق جامد انت مع ريم مصطفى ومراتك بقى نفضت لك ورجعت علمت انت عنك، الموضوع جامد قوي في الحمد لله مسلسل طير بينا قلبي نجح نجاح لطيف وانا حابه جدا واحلى حاجه الفيدباك اللي جالي من الاطفال كمان. فكره التعليم ومناقشته، يعني شايف الموضوع سهل انه يتحل كده بمسلسل ولا الموضوع كبير قوي وازمه؟ والله لو اتعمل مسلسل حلو، اتعمل ورق كويس، اتعمل فيلم، اتعمل مسرحيه، اتعمل برنامج، اي مشكله في الدنيا ممكن تتحل. بتنكش كل الناس في العمل، بس الناس حبت اكتر نكشه مع مين؟ مع ابرام عشان كان طالع اخويا. ابرام ده سكر، ابرام سمير ده انا اتبسطت قوي من اول مره اشتغل مع بعض. عايزين نتكلم عن التعاون بقى مع دنيا سمير غانم، تجربه مهمه قوي ومسرح، فكلمنا كده عن انا سعيد جدا بالتعاون مع دنيا، لان دنيا نجمه كبيره فنا وخلقا، وانا يعني سعيد جدا ان انا اول مره اشتغل معاها. احنا اصحاب بس دي اول تعامل، وانا مبسوط جدا بالتعامل ده. طبعا جاي النهارده في فيلم تحت تهديد السلاح، فانت جاي تحت تهديد السلاح، انت جاي تبارك لمين يعني؟ لا انا جاي اكل في الشارع. مش بارك لحد لا مش ببارك لحد، انا زهقت من البركات. عايز تقول ايه طب لحسن رداد كمان على حسن رداد ربنا حبيبي يكرمك ويوسع عليك ويرزقك ويديك على قد قلبك الابيض. عايز اعرف منك التحضيرات بقى الانستونه، وهتشوفها امتى كمان؟ الاسطوره اتفرجوا عليها تعجبكم جدا 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 ان شاء الله، ونتوقع يعني ان احنا ننجح اكتر باذن الله لان العرض حلو. ايه المختلف وانت دورك ايه فيه؟ خش اتفرج هتعرف. خش اتفرج وانت تعرف. دراما سينما الفتره اللي جايه ان شاء الله في انتظار مغامرات كوكو في اجازه نص السنه مع بيومي وخالد الصاوي. الحمد لله. حبيبي. اكتر ترند استفزك يعني؟ لا تعليق. لا في ترندات مستفزه بس انا مش هتكلم عنها. ربنا يكرم الناس كلها. حبيبي. حبيبي.